تخيلي هالموقف معي يا صديقتي الصدوقة. عندك عزيمة بالبيت وانت بأحلى طلة، لبسك مرتب، مكياجك ناعم، وشعرك نظيف ومفرود، وريحته فواحة وبتجنن. تدخلي على المطبخ بس 10 دقايق عشان تجهزي القهوة للضيوف أو تسوي أي طبق صغير على السريع، ولما تطلعي تتفاجئي إنه ريحة شعرك تغيرت بالكامل. دخان، شوي، بهارات، بخور، حتى ريحة القلي كلها لزقت فيه. وتوقعي أكتر ما فيكي تغسليه لأنه الضيوف ناطرينك وما عندك وقت أصلاً. وحتى لو عندك وقت ما بيصير تغسلي شعرك مرتين ورا بعض، لأنك بهالطريقة بتتلفيه وبتضريه من حيث لا تدري. والمشكلة مو بس وقت العزايم، هالموقف ممكن يصير بأي لحظة خلال يومك. يعني تخيلي تكوني طالعة من الحمام، شعرك بعده ناعم ونظيف، ويمكن حتى استخدمتي ماسك أو سيروم، لكن خلال ساعة تدخلي لمكان فيه بخور أو يكون حدا بيشرب دخان أو في مطبخ مفتوح، وفجأة ريحة شعرك تتغير. وهون بيصير الإحراج والتوتر والانزعاج، وربما تحسي إنه تعبك بالعناية راح هباء منثورا. لكن لا تاكلي هم، أنا اليوم رح أشرح لك ليش شعرك بيمتص الروايح بهالسرعة هي، وشو هي العادات اللي بتزيد المشكلة، وشو الحلول الحقيقية اللي بتحمي شعرك. وبنهاية الفيديو رح شاركك وصفة طبيعية لعمل عطر منزلي للشعر بريحة أنيقة وفخمة وثابتة، ومكوناته بسيطة جداً. فخليكي معي لهالكم دقيقة، لأنه كل نقطة اليوم فعلاً رح تغير روتينك. أنا بدرة، أخصائية بالعناية بالبشرة والشعر، وإذا كنتي بتحبي تضلي بأجمل طلة وبأقل مجهود، تابعي الفيديوهات الجاي واشتركي بقناتي، وبتقدري تلاقي كمان نصايح حصرية على قناة التليجرام، الرابط فوق. خلينا نبدأ بسؤال مهم: ليش شعرك أصلاً بيمتص الروايح؟ وشو اللي بيخليه يحتفظ فيها لهالدرجة هي؟ السبب مو بسيط لكن مفهوم ومقسم ل3 عوامل رئيسية. أول شيء تركيبة الشعر نفسها. تخيلي معي إنه الشعرة وحدة مكونة من طبقات، والطبقة الخارجية منها اسمها الكيوتيكل، وهي اللي بتغلف الشعرة وبتحميها. الكيوتيكل لما تكون سليمة بتكون ملساء ومغلقة وبتمنع دخول أي شيء داخل الشعرة، لكن لما تتلف بتنفتح وبتتشقق وبتصير مثل الإسفنجي، يعني أي جزيئات حواليها، بخار، دخان، عطور قوية رح تدخل وتتغلغل. فإذا كنتي بتعرضي شعرك للحرارة أو الصبغات أو بتغسليه كتير، فغالباً الكيوتيكل عندك صارت ضعيفة، وهذا بيخلي شعرك مثل الإسفنجي بالضبط، بيمتص كل شي حواليه. تاني عامل: الزيوت الطبيعية بفروة الرأس. الزيوت الطبيعية مهمة جداً لترطب وتحمي الشعر، لكن بنفس الوقت ممكن تكون سبب بالتساق الروائح، خصوصاً بالأجواء الحارة والرطبة مثل بالخليج والعراق. فالزيوت بتصير لزجي أكتر، فكل جزيئات البخور والدخان والبهارات بتعلق فيها بسرعة. تخيلي قطعة قطن فيها زيت، لو مريتي فيها بمكان فيه روايح رح تمتصها مباشرة، وهذا بيصير على فروة راسك، خصوصاً لو شعرك طويل أو بتحبي تخليه منسدل أغلب الوقت. ثالث عامل: الحرارة والرطوبة. الحرارة العالية بتفتح مسام الشعر، يعني لو كنتي بمكان حار أو إذا طبختي أو إذا دخلتي مجلس فيه بخور، الشعر رح يتفاعل فوراً ويبلش يمتص الريحة. وإذا شعرك مبلول أو فيه رطوبة، الوضع بيصير أسوأ، لأنه الرطوبة بتخلي الروايح تثبت أكتر. شو الأخطاء يلي ممكن تزيد هالمشكلة؟ أول خطأ: غسل الشعر بشكل كبير. لما تغسلي شعرك كل يوم وخصوصاً بماء ساخن بتفقدي الطبقة الطبيعية اللي بتحميه، وهذا بيخلي الشعر مكشوف وحساس وسهل يتأثر بالبيئة. في دراسة من American Academy of Dermatology قالت إنه الغسل الزائد خصوصاً للشعر المصبوغ بيضعف الحماية الطبيعية وبيعرض الشعر للتلف والامتصاص السريع. تاني خطأ: رش عطر الجسم على الشعر. كتير بنات لما يحسوا إنه ريحة شعرهم اتغيرت بيرشوا عليه عطر جسم، بس المشكلة إنه عطور الجسم فيها كحول، والكحول بيفتح مسام الشعر وبيجففه. في دراسة من Journal of Cosmetic Science أكدت
إنه الكحول مثل الإيثانول بيجفف الشعر وبيزيد قابليته للامتصاص. يعني العطر صح بيعطيكي ريحة حلوة، بس بعدين بيخلي شعرك يتشرب أي ريحة حواليكي بسرعة. ثالث خطأ، ترك الشعر مكشوف أثناء الطبخ أو الجلسات. لما تخلي شعرك مكشوف أثناء القلي أو الشوي أو حتى عن تحضير البهارات، بتكوني وكأنك عم تعرضيه لغلاف عطري مركز وبدون حماية. خلال دقايق كل الريحة بتلزق وما بتطلع بسهولة. طيب شو الحل؟ وكيف نحمي شعرنا يا صديقتي؟ خليكي معي. أول خطوة، غطي شعرك بوشاح حريري وقت الطبخ أو الجلسات اللي فيها روائح. كمان لا تنسي تحضري هالبخاخ السهل والسريع لترشيه قبل ما تدخلي مكان فيه ريحة. بيلزمك معلقة خل تفاح وخففيها بكوب ماء، خلطيهم وبخي منه على خصلات شعرك. فهالبخاخ بيساعد على موازنة الحموضة بالفروة وبيقلل من امتصاص الروائح بشكل كبير. وانتي خبريني، هل بتستخدمي هالبخاخ ولا استخدمتي طرق تاني؟ حطي لي تجربتك وكملي معي لأعطيكي الوصفة الذهبية اللي وعدتك فيها ببداية الفيديو. هالوصفة هي عطر طبيعي لشعرك، مو بس رح يعطيه ريحة حلوة، لا رح يغذيه ويقويه ويزيد طول وكثافته. بيلزمك نص كوب ماء ورد، 4 قطرات من خلاصة الفانيليا، 20 ل 25 قطرة من زيت جريب فروت العطري، و10 قطرات زيت ياسمين عطري. وبدك زجاجة بخاخة نظيفة. بالأول اخلطي كل المكونات مع بعضها، وبعدها سخنيها على نار هادية كتير لحتى يتجانسوا. انتبهي بدون ما يغلي الخليط. اتركي الوصفة تبرد وبعدها اسكبيها بالبخاخة واحفظيها بمكان مظلم وبارد. بإمكانك ترشي العطر بعد كل حمام أو لما تشعري إنه ريحة شعرك اتغيرت. هالعطر عن جد ريحته فخمة ومنعشة وثابتة، نصيحة جربيه. وكمان قبل ما تستخدمي أي عطر على شعرك انتبهي لهالكم نصيحة. أول شيء، اختاري زيوت أصلية عالية الجودة وما تكون صناعية. تاني نصيحة، لا تحطي كمية كبيرة من الزيوت، فكم نقطة من كل نوع بتكفي. ونصيحة كتير مهمة، جربي الخليط على جزء صغير من فروة الرأس قبل ما تستخدميه لتشوفي إذا بيسبب حساسية ولا لا. ومن النصايح المهمة، خزني الخليط بزجاجة معتمة ونظيفة، واحرصي إنه تكون معقمة منيح. ورشي عطرك من بعد 20 سنتيمتر ولا تقربيه من الفروة، ولا ترشيه والشعر أو الفروة متهيجة أو فيها جروح. وديري بالك تتعرضي للشمس بعد رش العطر مباشرة، خاصة لو بيحوي على زيوت حمضيات مثل الجريب فروت. وأخيراً، تذكري دايماً شعرك مو بس مظهر، هو عنوانك، وكل عادة بسيطة ممكن تأثر عليه سلباً أو إيجاباً. بهالروتين البسيط والخلطات الصحية رح تستمتعي بريحة شعر حلوة وثابتة وبدون قلق، وبدون ما تضطري تغسلي شعرك كل يوم. لو عندك تجارب مع العطور أو عندك مشاكل مع روائح الشعر، احكيلي بالتعليقات. وإذا عجبك الفيديو لا تخليه يوقف عندك، شاركيه مع صديقاتك وخليهم يستفيدوا كمان. شكراً للمتابعة، بشوفكم بفيديو جديد. سلامات.